وفي بعض الأحيان الحياة كتعطينا غير فرصة وحدة في عمرنا كامل، لازم نستغلوا هاد الفرصة أحق الاستغلال. في هاد الفيديو غادي نتعرفوا على التفاصيل الصادمة على حياة جورجينا، كيفاش كانت كتعيش قبل ما تلاقى بكريستيانو، وكيفاش ولات دابا أكبر عارضة أزياء في العالم. جورجينا رودريغيز من أشهر نساء العالم، تزادت في 27 يناير 1994 من أب أرجنتيني وأم إسبانية، وولدت مع كريستيانو 4 الأطفال، وعندها أخت وحدة، وجنسيتها هي الإسبانية. طول ديالها 168 متر. في هذا الفيديو غنرجع بكم لسنوات قبل ما تتعرف جورجينا بكريستيانو. جورجينا كانت كتعيش مع اختها الوحيدة والأم ديالها والأب ديالها، عائلة اللي عايشين ظروف مادية قاسية. جورجينا عاشت في حرمان كبير، وبدات كتكبر والمشاكل بين امها وباها كيكبر بسبب الفلوس. اب جورجينا بغى يبدل حياته وحياة بناته، بدا كيتاجر في الكوكايين، خدم شوية وتشد 10 سنين في تهمة تهريب المخدرات من فرنسا إلى إسبانيا سنة 2003. اضطرت والدة جورجينا باش تحول هي وبناتها من إسبانيا لمدريد، وهنا بدات الأم كتخدم، وحتى البنات كيخدموا باش يقدروا ياكلوا ويخلصوا الكرا والماء والضوء. وفي نفس الوقت جورجينا كتقرا في الدراسات المالية بدرجة الماجستير، وخدامة سرباية. كانوا عايشين في شقة صغيرة ومقاتلين مع الوقت، ولكن جورجينا بدا كيراودها حلم واحد، هو تولي غنية باش تقدر تنقذ الأم ديالها واختها من الفقر ومن الحقرة. كانت كتحاول دائما تلبس أحسن لبس وتبين الناس أنها ماشي فقيرة. جورجينا سافرت لإنجلترا وتما خدمات كجليسة الأطفال، وتعلمت معهم الإنجليزية، وتعلمت حتى الرقص الباليه. ورجعت جورجينا لإسبانيا من جديد، وكانت كتفكر كيفاش تعرف على الناس اللي لاباس عليهم. جاتها فكرة باش تجرب حظها وتدفع لأكبر نايت كلوب في إسبانيا كينزلوا فيه غير رجال الأعمال ونساء الأعمال. تقبلات وخدمات وبدت كتعرف على الناس تما، حتى تعرفت على واحد سيدات الأعمال، وهي اللي لقات لها خدمة في واحد الفرع ديال غوتشي، وخدمات فيه كمندوبة مبيعات، وبقات خدامة مزيان وديما مطلعة النيف للسما ودافعة جبهة. وقبل ما تعرف على كريستيانو كانت على علاقة بشباب قبل منه، وكلهم كانوا لاباس عليهم، منهم هذا وهذا وحتى هذا. وبالضبط في 2016 دخل كريستيانو لأول مرة للمحل ديال الماركة غوتشي وهو وصحابه. لاحظت جورجينا كاع الموظفين كيشوفوا لواحد الجهة، تلفتات جورجينا لقات اللاعب الأرجنتيني كريستيانو رونالدو. اللي كان حتى هو يلا خرج من علاقة حب دامت 5 سنوات مع عارضة أزياء الروسية إيرينا شايك. حاولت تلفت النظر ديالو حتى شافها، وهنا بدا الإعجاب من أول نظرة، ومن بعد ابتسامة، ومشى كريستيانو ولكن الغد ليه رجع.
هضر معها وتبادلوا النوامر وعرض عليها الحفلة. قبلات الدعوة من بعد ما لبسات أحسن ما عندها، تما تعرفوا مزيان، وهنا غادي تبدا العلاقة ديالها مع أغنى وأشهر لاعب كرة القدم في العالم. استغلات معالم جسمها وخدمات كعارضة أزياء، بدت كتعرف شوية بشوية حتى ولات مشهورة، واللبسة اللي دارت ليها الإشهار كيتباعوا النسخ ديالها مبيعا صاروخيا. وما نساتش الأصدقاء ديالها اللي بعض المرات كتجمعهم. Y todos, Georgina, una foto después de un partido. Georgina en el paso de cebra. Y pasaba una chica súper ordinaria con una litrona en la mano. Pero a ver, tanta Georgina. Pero si estás a la vendía bolsas hace un momento. Y yo le iba a decir, pero chica. Pero esa, si yo le iba a decir, mira, perdón, antes los vendía y hoy los compro. Reínate. جورجينا أغلبية الوقت ديالها كتقضيه مع الأطفال ديالها، والباقي الوقت كتقضيه في الرياضة باش تبقى محافظة على جمالية الجسم ديالها. ومؤخرا رونالدو مشى للسعودية بعد المونديال، وكيلعب دابا مع فريق النصر في السعودية، ومشات معاه حتى جورجينا رودريغيز ولادهم حتى هما باش يعيشوا تما، من بعد ما أن كريستيانو رونالدو عنده عقد لمدة 2.5 عام مع فريق النصر، وعايشين في أفضل الظروف وأكثر ازدهار. Hello, هلا ومرحبا. Now, ladies and gentlemen, we are pleased to welcome on the pitch Cristiano's family. نرحب مع بعض بعائلة كريستيانو رونالدو. تحية لعائلة كريستيانو رونالدو. أهلا بكريستيانو رونالدو وعائلته في الوطن العظيم المملكة العربية السعودية. أهلا بكريستيانو رونالدو وعائلته في مرسول بار حيث مقر النصر الكبير. Welcome to Saudi Arabia, Georgina Rodriguez, Cristiano Jr., Matteo, Eva, Alana, and baby Bella. Welcome to Saudi Arabia. Hi. Welcome to Saudi Arabia. أهلا بعائلة كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية. هذا التشكيل الذي يليق بنجم كبير، يستاهلون التحية بلا شك. السبت، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. مع أسرتي أحب لامي. بزاف الناس كيقولوا بلي جورجينا ما عندها حتى مداخيل، وهي غير صديقة رونالدو وهو اللي كيعطيها الفلوس، ولكن لا، هي راها استفدات من شهرتها بعلاقتها بكريستيانو رونالدو باش تقدر تخدم مع ماركات عالمية وشركات معروفة، وفوق من هادشي عندها الماركة ديالها الخاصة بها، وكتدخل ثروة هائلة وغير من خدمتها. وإلا عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش دعموا القناة باشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة.